عروسة لابوبو، كنت بدور عليها في كل مكان عشان اشتريها زي كل البنات اللي كانت بتشتريها. انتوا عارفين اي حاجة ترند الناس بتجري وراها وخلاص، بس ما كنتش لاقيها خالص. وفي يوم في ركن مهجور ومطرب جوه محل لعب قديم، ريحته غبار وكتمة وسط أصوات ضحك عيال زمان اللي اتنست وبقت مجرد صدى حزين. عيني وقعت عليها، كانت عروسة لابوها، وشها البورسلين لونه مصفر كده وبهتان، وعينيها الإزاز اللي لونها أزرق غامق كانت بتبص وبتتابع كل حركة مني كأنها بتشوف اللي جوه روحي. تحتها كان في يافطة صغيرة، الورق بتاعها ناشف ومصفر زيها، مكتوب عليها بخط قديم وباهت كأنه من عصر فات: لابوبو 1920. كنتش أعرف وقتها إني مش بشتري لعبة قديمة وبس، لأ، ده أنا كنت بشتري تذكرة من اتجاه واحد لكابوس ملوش نهاية، كابوس هيصحى جوايا ومش هعرف أهرب منه. خدت لابوبو لشقتي الصغيرة، حطيتها على الرف اللي فوق سريري عشان أبص عليها وافتكر إنها مجرد قطعة أثرية وخلاص. بس عينيها اللي كانت بتنور في الضلمة كانت بتفضل تبصلي وتتابعني في كل أوضة، من أوضة النوم للمطبخ للحمام، كأنها بتراقب كل نفس مني. وفي أول ليلة بدأت أسمع أصوات، صوت صرير خفيف ومتقطع كأنه جاي من مفصلات قديمة بتفتح وتقفل ببطء شديد. الصوت ده كان جاي من عند العروسة بالظبط. قلت يمكن هوا أو صوت الجيران اللي صوتهم بيوصل بسهولة، بس الأصوات دي كانت بتتكرر كل ليلة بنفس الطريقة المرعبة، وكل مرة كانت بتزيد وضوح وقوة. ما كانش صرير عادي، لأ، ده كان أشبه بوشوشة واطية ملهاش حروف، كأن في لسان بيهمهم مش بيقول كلام مفهوم، في الآخر بيهمس باسمي. بعد كام يوم بدأت أحس بوجود شيء غريب في الشقة، إحساس إني مش لوحدي وإن في كيان تاني بيشاركني المكان. كنت بحس ببرودة مفاجئة بتعدي جنبي حتى لو الجو حر، برودة بتخترق جسمي وتوصل لعظمي من جوه، كأني في حاجة مش باينة بتعدي من جنبي وبتنفخ عليا أنفاس باردة. وفي ليلة من الليالي صحيت على صوت خبط خفيف، كأن ايد بتخبط على خشب بالراحة جاي من جوه دولاب هدومي. قمت فتحت الدولاب وانا قلبي بيدق من الخوف، ملقتش اي حاجة، بس وانا بقفله لمحت لابوبة على الرف. ما كانتش بنفس الوضع اللي كنت سايباها عليه، كانت راسها مايلة شوية كأنها بتبص على الدولاب بفضول، أو كأنها كانت بتسمع حاجة جوايا. نومي اتقلب تماما، بقيت بنام بالعافية، ولما بنام بتجيلي كوابيس متكررة عن عيال صغيرة وشها شاحب وعينيها فاضية بتلعب في حتة فاضية كلها ضباب ورماد. وفي نص اللعب كانت بتظهر عروسة شبه لابوبو بالظبط، وعينيها الإزاز بتراقبهم من بعيد بابتسامة خبيثة وثابتة. في مرة من المرات الكابوس كان أوضح وأقرب، حلمت إني صحيت في نص الليل في شقتي، لقيت لابوبو قاعدة على صدري، عينيها بتنور في الضلمة بلون أحمر خفيف، تهمسلي بكلام مش مفهوم زي الوشوشة بس مليان وعيد وكأنها بتهددني. مبقتش قادرة استحمل العيشة دي، قررت إني أتخلص من العروسة دي بأي طريقة. خدتها لمكان بعيد في جنينة فاضية مهجورة بقالها سنين محدش بيقرب لها، تحت شجرة قديمة وأغصانها ميتة، ودفنتها بعمق وحطيت فوقيها حجر كبير عشان أتأكد إنها مش هترجع تاني. حسيت براحة فورية غمرتني كأن حمل تقيل من سنين اتشال من على كتافي. رجعت الشقة ونمت لأول مرة من أسابيع نوم هادي ومن غير كوابيس، بس الراحة دي مطولتش. تاني يوم الصبح بدري لما فتحت باب شقتي عشان أنزل الشغل لقيتها لابوبو، كانت قاعدة قدام البيت بالظبط، كلها طين وورق شجر لازق فيها، وعينيها بتبصلي وكأنها بتقولي أهلا بيك مرة تانية. قلبي اتقبض من الرعب وحسيت إن في حاجة غلط. ازاي رجعت؟
لابوه بقت جزء من حياتي اللي مش مفهومة، كأنها ظل اللي مش بيسيبني لحظة. كل لما أحاول أتخلص منها بطريقة جديدة كانت بترجعلي بطريقة أغرب. رميتها في النيل من كبر عالي، تاني يوم لقيتها قاعدة على مخدتي. ولعتها بالنار لحد ما بقت رماد اسود. لقيت رمادها متجمع على ترابيزة السفرة بشكل غريب، ومن الرماد ده العروسة اتشكلت من جديد قدام عيني. بدأت أسمع أصوات عيال بتضحك وتعيط من جوه العروسة نفسها، كأنها سجن الأرواح أطفال. ساعات كانت بتتكلم معايا بصوتها الرفيع المخيف، كانت بتهمس بأسماء معرفهاش وتقول عبارات قديمة بلغة لاتينية كأنها طقوس سحرية. ليلة من الليالي والخوف بيخنقني وأنا بدور على النت على أي معلومات ممكن تفهمني إيه اللي بيحصل لي. لقيت مقال قديم جدا عن أسطورة العرايس الملعونة اللي اسمها لابوبو. المقال ده بيتكلم عن عروسة لابوبو الأصلية اللي بيتقال إنها سكنتها روح طفلة ماتت في ظروف غامضة من أكتر من 100 سنة، وإن كل اللي امتلكها نهايته كانت وحشية قوي ومصيرها كان دايما مجهول. والأهم من كده المقال ده ذكر إن لابوبو دي مستحيل تتخلص منها أبدا إلا لو رجعت لصاحبها الأولاني اللي صنعها وعملها، أو لو روح الطفلة اللي فيها اتنقلت لجسم تاني. الكلام الأخير ده خلاني أفهم كل حاجة. هو ده اللي كانت عايزاه. هي كانت بتدور على جسم جديد عشان تسكنه وتهرب من لعنتها في العروسة القديمة. الأيام اللي بعد كده بدأت ألاحظ تغيرات مرعبة في تصرفاتي وجسمي. بقيت بتكلم مع نفسي بصوت عفوي ساعات، وبضحك ضحكات مش بتاعتي أبدا، ضحكات فيها صوت طفولي خبيث. بقيت أحس إني بفقد السيطرة على جسمي وعقلي حتة حتة. دماغي كانت بتوجعني على طول، صداع مش بيروح، وكنت بشوف خيالات سودة بتتحرك في أركان الأوضة وبتختفي أول ما أبص عليها. كنت بنسى حاجات كتير وبتلخبط بين الحقيقة والكوابيس. وفي ليلة من الليالي الضلمة كانت حواليا في كل حتة، وأنا نايمة نوم متقطع صحيت على صوت دقات قوية ومستمرة على باب شقتي. دقات مش طبيعية كأنها بتخبط على قلبي. قمت وأنا خايفة لدرجة جسمي كله كان بيترعش. رحت ناحية الباب ببطء، بس قبل ما افتحه سمعت صوت لابوبو بتهمس من ورايا بصوت مرعب ومخيف: افتحي الباب، هما جايين ياخدوكي، وقتك جه خلاص. اتسمرت مكاني من الرعب، ما قدرتش الف وشي ابص ورايا. الدقات اتكررت اقوى واسرع وبطريقه ملحه كانهم مستعجلين عليا. سمعت اصوات همهمات غريبه وهمسات من ورا الباب، وكأن في اكتر من حد واقف بره مستني اشاره منها. في اللحظه دي حسيت بضغط جامد قوي على راسي، صداع قوي لدرجة حسيت ان دماغي هتنفجر، وبصوت عالي ومؤلم في وداني كأني في حاجة بتحاول تقطع دماغي من جوه وتخرج منها. وقعت على الأرض وأنا بصرخ بصوت مكتوم وأغمى عليا. لما صحيت الصبح لقيت نفسي مرمية على أرض أوضتي وجسمي كله وجع وتعب. الشمس كانت داخلة من الشباك بهدوء مزيف، والهدوء كان مالي المكان بشكل يرعب أكتر من أي صوت. بصيت على رف الكتب، لابوبو كانت في مكانها، عينيها الإزاز بتنور في الضلمة وبتبصلي في عينيا، بس المرة دي كان في ابتسامة خبيثة وواضحة على بقها البورسلين كأنها انتصرت. قمت بصعوبة وحسيت إني مش أنا. جسمي كان تقيل ومش حاسة بيه، وعقلي كان فاضي بشكل يرعبني. رحت للمراية، وشي كان شاحب وعيني غطسة كأني ما نمتش بقالي سنين. بس اللي بجد خوفني إني ما بقتش شايفة نفسي بالكامل في المراية. كان في انعكاس خفيف لملامح طفلة صغيرة بتظهر وتختفي بسرعة من جوه ملامحي أنا. رحت للباب فتحته، ما لقيتش حد، بس على الأرضية اللي قدام الباب كانت في آثار أقدام صغيرة وطين ناشف زي اللي كان على لابوبة أول مرة رجعتلي. آثار الأقدام دي كانت رايحة ناحية الأسانسير، كأن حد صغير دخل هنا ومشي. ما بقتش قادرة أتخلص من لابوبة،
الحقيقة أنا ما بقتش أنا علشان أتخلص منها أصلا. أنا دلوقتي جزء منها، والطفلة اللي جواها سكنتني، والأبوة بتدور دلوقتي على بيت جديد وعلى شخص جديد يحل محلي. يا ترى مين اللي عليه الدور؟ يمكن انت. اهلا بيك في عالم لابوه اللي هتدخل فيه ومش هتعرف تخرج منه ابدا.